خطيرة لفائدة فريق أولمبيك خريبكا. هدف أول لفائدة الأولمبيك، هدف أول لفائدة فريق أولمبيك خريبكا. اليميق يسجل هدف ويباغت الحارس أنس زنيتي. يعني كانت محاولة يعني محاولة اللي ما اعتقدناش على أنها غتجيب الهدف، ولكن كما نلاحظوا مشاهدينا الأفاضل الضربة ديال اليميق وزنيتي يعني كتضيع له الكرة كتمشي للشباك معلنا عن الهدف الأول لفريق أولمبيك خريبكا. هدف جات بلمسه مباشره من الوراء اتجاه اليميق اللي صعد من الدفاع. ربما الاصابه صعيبه باش تسجل، ولكن التركيز ديال زنيتي فهو خانو في هذه اللقطه هذه، وهنا كيدخل دائما وي عند اللاعب بالمزغودي. وهدف اخر، هدف اخر لفريق اولمبيك خريبكا. يعني الدفاع ديال الرجاء ما عرفتش اش وقع الدفاع ديال الرجاء. يعني هدف ثاني كيجي من بعد ما الكره كتمر امام اعين دفاع فريق الرجاء وتستقر في مرمى الرجاء. هدف ثاني قاتل لفريق اولمبيك خريبكا، اللي كيف قلت على ان فريق اولمبيك خريبكا يبحث عن هدف ثاني، يبحث عن تدعيم الحصيله، يبحث عن تامين الفوز هنا بمدينه الدار البيضاء امام فريق الرجاء اللي ربما ازمه النتائج ربما كتلعب على نفسيه العناصر ديال فريق الرجاء. حتى الان منهزم الفريق بهدفين لصفر. ولا حللنا بلاعب فريق الرجاء اللي دخلوا من التوصيل كلهم عندهم مواصفات ديال المدافعين. زنيتي مدافع، كاروشي مدافع، والحاج مدافع، اول مدافع، الهاشمي كذلك، بانون قادوم مهتدي كذلك، جبيره في الجهه اليسرى كمهاجم هو اصلا كمدافع، كيبقى الصالحي والوادي داخل الدار البيضاء. هل يمكن لهاد اللاعبين بجوج ان يقومين بالاعمال كلها هجوميه؟ ربما الاختيارات ديال التوثيق قد جانبت الصواب في الجوله الاولى. سداد قويه خطيره لفريق الرجاء، ضربه جزاء ضربة جزاء لفريق الرجاء. وما ماشي كنقول ماشي ضد فريق او مع فريق، ولكن ما عرفتش علاش التوصيل ما كانش اختيار ديالو هو الاول، هو هذا النجاده ب4 5-1. دابا بدينا كنشوفوا ذاك الرباعي الهجوم اقرب شيء ما لتسجيل الاهداف. كنحترموا الاختيارات ديال التوصيل، ولكن ربما التعقيد ديال الامور بعض الاحيان كترجع عكسيه على الفريق. وحتى الحل كان الفريق الرجاء هو التسديدات من بعيد، لان كان تجديد الخناق. ولكن هذا القلب من بعيد تواجدات راس حربه صريح هو البولديني، كان قريب ضربه جزاء، كان قريب للعمليه هنايا وجاب ضربه جزاء. اذا ضربه جزاء لفريق الرجاء. هل سيقلص فريق الرجاء الرياضي لفريق الرجاء؟ صالحي كينفذ وكيسجل. اذا 2-1 لفريق اولمبيك خريبكا. الهدف اللي كيجي في هذه اللحظات فؤاد، واش يمكن شحنه معنويه للرجاء؟ واش يمكن يعطينا مباراه اخرى؟